اعتقد اللي عمله كولر النهارده في مباراه سيراميكا وراحه معظم لاعيبه النادي الاهلي الاساسيه، دي مش لاعيبه النادي الاهلي الاساسيه، كولر النهارده ريح اعمده النادي الاهلي الاساسيه اللي هو اساسا بيرتكز عليها زي محمد الشناوي ومروان عطيه وحسين الشحات ووسام ابو علي، 4 لعيبه النهارده في التشكيله الاساسيه كولر مريحهم. اعتقد دوت بسبب مباراه الزمالك، وده طبعا عشان المباراه مش بس قدام فرقه كبيره زي نادي الزمالك، ده كمان المباراه ممكن تتخطى 90 دقيقه لان النهائي فيه اكسترا تايم، وبالتالي كولر النهارده ريح لعيبه النادي الاهلي الاساسيه عشان مباراه الزمالك. واعتقد ان دوت هيدي ميزه كبيره جدا للنادي الاهلي في مباراه الزمالك، لان لعيبته الاساسيه اللي المفروض هتبدا المباراه بنسبه 100% هتبقى عندها افضليه في الاريحيه، لان هم النهارده لعبوا حوالي 20 دقيقة بس، ودوت في اعتقادي هيدي افضلية للنادي الاهلي على نادي الزمالك لو المباراة امتدت للاشواط الاضافية.